طبعا ده منظر ممكن بنشوفه كتير، مسمار واقع في الارض، بنشوفه واحنا رايحين شغلنا، واحنا راكبين عربيه، واحنا راكبين عجله، واحنا بنتمشى في الشارع. لو انا جيت بقى سالتك المسمار ده سعره كام، هتقول لي ايه؟ هتقول لي مثلا 3 4 ب 5 جنيه، 6 7 مسامير ب 5 جنيه. هتلاقي في الاخر ان هو بتكلف رقم يعني لا يذكر يعني. طب لو جيت فاجئتك وقلت لك ان المسمار ده مش هيتكلف معاك ال 2 جنيه اللي انت بتقول عليهم، ده ممكن يتكلف معاك من 25 جنيه لحد 5 6000 جنيه فيما فوق، وممكن ياثر عليك انت او على الناس اللي حواليك، او ياثر حتى على البلد عموما. ايه يا عم عبده، في ايه مالك؟ انت بتقول ايه؟ ايه دخل المسمار ده؟ ايه دخله اللي بيأثر علينا؟ تعالى كمل معايا الفيديو ده وانا احكي لك حكايه المسمار ده، وازاي يأثر عليك تأثير سلبي وتأثير ايجابي وانت اصلا مش واخد بالك. بس في الاول مش هوصيك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. انا عبده حسام، نصيحه في حدوته، يلا بينا. المسمار ده تخيل معايا كده هو مرمي في الارض، وطفل صغير بيلعب في الشارع، بيلعب مع اصحابه، والمسمار ده داخل في رجله، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتقول له هيروح يعيط. انا ما بقولكش ان هو يروح يعيط لمامته بس، والده او والدته هياخدوه يودوا له الدكتور، كتب له حقنه في مضاد حيوي، في حاجه مثلا مضاد للسخونيه، والولد او الاب دخل في قصه 200 300 جنيه في حاجه اصلا مش هتجيب نص جنيه يعني مرميه في الشارع. طب تعالى بقى على الجانب الثاني، واحد رايح يركب عربيته وعنده ظرف طارئ، عنده حد تعب رايح يوديه المستشفى، عنده مقابله شغل مهمه او وظيفه مهمه او حاجه زي كده، نزل لقى الفرده نايمه. لو انت صاحب عربيه هتحس قوي باللحظه اللي انا بقولها لك دي. نزل لقى الفرده نايمه، على بال بقى ما غيرها او يركب الاستبنه او يروح يصلحها، حصل له عطله خسرته اصلا مبلغ كبير فوق اللي كان هيعمله في تصليح الكاوتش. يعني ممكن اصلا عشان يغير الفرده دي هتاخد لها مثلا 3 4 5 6000 جنيه على حسب نوع العربيه كمان ونوع الكاوتش. انت متخيل مسمار صغير واقع في الطريق ده ممكن يعمل ايه؟ طب ده الجانب السلبي. طب ايه الجانب الايجابي؟ انت ما سمعتش حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بيقول ويميت الاذى عن الطريق صدقه؟ والرسول عليه الصلاه والسلام برضه هو بيقول ان الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. ورسول الله عليه الصلاه والسلام كان ليه حديث كمان بيقول من يرفع حجرا من الطريق كتبت له حسنه، ومن كانت له حسنه دخل الجنه. انت مش عايز تدخل الجنه ولا ايه؟ احنا في عرض حسنه واحده نحاج بها الله سبحانه وتعالى، وتبقى ذخرا لنا يوم القيامه وندخل بها الجنه. فخدت بالك ان المسمار او حجر او حاجه عائق في الطريق بتاع الناس ممكن يبقى لها تاثيرات او تداعيات عامله ازاي، واحنا اصلا بنقابلها كل يوم ما ناخدش بالنا منها خالص، او حتى بنلقي لها بالا، او ممكن بنشوفه وما نتخيلش ان هو ممكن ياثر التاثيرات دي كلها. اتمنى تكون الرساله اللي انا عايز اوصلها وصلت من الفيديو ده، وتكون القصه في الحدوته النهارده مناسبه ليكم، واكون وصلت اللي انا عايزه. السلام عليكم.